السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شهوات ملكه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم معسلات ديال رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. معسلات تيجيو لذاذ، تيجيو شاربين العسل وتيجيو هشاش، تيجيو بحال الحلوه الشباكيه نتوما. واخا ما درنا لهم القوام تيجيو لذاذ. كنتمنى هاد الحلوه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وندوزو ان شاء الله باش تشاهدوا معايا الطريقه ديال التحضير والمقادير. العناصر اللي غنحتاج ان شاء الله لهاد الحلوه: عندي 500 ديال الدقيق الابيض، 500 غرام ديال الدقيق الابيض النوع الجيد النوع الممتاز، وشويه ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، اصفر بيضه، ملعقه صغيره ديال القرفه، 100 غرام ديال الزبده تندوبوها حتى تولي نوازيط على هذا الشكل حتى يتحيد منها داك اللبن اللي فيها، وملعقه صغيره ديال الخل، والماء تيبقى حسب الحاجه. هنا عندي كاس لاروب ديال العنبه، وهاد الكيسان راه فيهم العبار ديال العنبه. غنبدا بسم الله، غنوضع الدقيق هو الاول، غنضيف ليه القرفه، الخميره. انا في الاول وضعت الدقيق مع داك شويه الملح. غنخلط النواشف هما الاولين، غنضيف اصفر البيضه، ملعقه صغيره ديال الخل، غنضيف الزبده. بسم الله. غنخلط الدقيق مع الزبده مزيان، غنحركو الدقيق حتى يتكرمل بهاد الزبده. دابا ان شاء الله غنضيف الماء. دابا ان شاء الله غنضيف 4 كاس ديال الماء، هي كاس ديال العنبه، غديروا كاس ديال العنبه ديال الماء. غديروا الماء وتشوفوا العجين كيفاش. العجين اللي غنحصلوا عليه ما يكونش جاري، العنبه يكون عامر. دابا ان شاء الله غنقسمها على جوج. غنوضعها في بلاصتك ونخليها حتى ترتاح، عاد ندوزو ان شاء الله باش نشكلوها. دابا ان شاء الله غنحضروا العسل اللي غنوضعوا فيه الحلوه او الشيره. عندي 2 كيسان ديال السكر سنيده. بسم الله. كاس ديال الماء، وعصير ديال نصف حامضه. غادي نوضعوهم فوق النار حتى يغليو مزيان. السكر ديالنا هو داب، تنخليوه يطبخ على الطريقه هذه ديك 5 ثواني هكاك حتى ل10، صافي تنزولو من فوق النار. من بعد ما زولته من فوق النار غنضيف ليه شويه ديال العسل. هذا عسل ديال السكر حضرته في البيت، غتضيفوا ليه اي عسل عندكم.
صافي نخليوه جانبا وندوزو ان شاء الله باش نشكلوا الحلوه ديالنا. دابا ان شاء الله غندوزو باش نشكلوا العجين. تناخذوا العجينه تنوضعوا شويه الدقيق باش ما تلصق ليناش في الطاوله على هذا الحال، وتنسرحها على هذا الشكل. كنسرحها مزيان حتى تاخذ الشكل ديال الشباكيه بحال اللي كنديروا العجينه ديال الشباكيه. من بعد ما سرحت العجين حتى تيولي السمك ديالها على هذا الشكل، هانتوما بحال الشكل ديال الشباكيه كي تنديروا العجينه الشباكيه. دابا ان شاء الله غنقطعوها بهذا القطاع. بسم الله. غنستمر تنقطع العجين كله هو بهذه القطاعه هذه. من بعد ما قطعت العجين كله هو غادي نجمع هذا اللي شاط لي على هذا الشكل. من بعد ما قطعت العجين ديال كله هو على هذا الشكل، هذا العجين اللي بقات تنلموها على هذه الطريقه هذه وتنخليوها حتى نعاود نسرحوها. دابا ان شاء الله تناخذ شويه ديال الماء وتنوضعوه في هذا القرن ديال في هذا الوسط، صافي تنشكلو تنضغطوا على العجين هنايا من البلاصه اللي فيها الماء، ما تنضغطوش في هذه الجوانب، تنخليوهم تنضغطوا في هذه البلاصه. كنستمر تنشكل العجين ديالي كله هو على الطريقه هذه. من بعد ما شكلت العجين كله هو على الطريقه، دابا غناخذو حتى تندير لها ثاني الماء من هنا في الوسط وتنوضع عليها واحده اخرى على هذا الشكل. تنعاود ندير الماء في الوسط على هذه الطريقه، تنعاود نوضع واحده اخرى على هذا الشكل. وغنجيب سكين وتنضغطو بهذه الطريقه هذه. تنعاود نقلبها ونضغط عليها، ما تنخرجش السكين. تندير شويه الماء في هذه البلاصه، تنعاود ندور العجين، نعاود ندير شويه الماء ونجمع هاد الجوانب على هذا الشكل. بنفس الطريقه تنجمع كاع الجوانب، كل جوج تنلقيهم بوحدهم. هانتوما الشكل ديالها كيفاش تيجي. من بعد ما شكلنا العجين ديالنا كله هو كنديروا الزيت في الكاميله اولا كاسرونه حتى تسخن مزيان وتنوضعوا فيها الحلوه ديالنا على هذا الشكل. بسم الله. ملي تنوضعوا الحلوه تنعاودوا نقصوا العافيه تنديروها مهيله. ملي تطيب لينا الحلوه ديالنا من تحت تنقلبوها على هذا الشكل. صافي تنخليوها حتى تطيب وتنزولها باش نديروها في العسل. ملي تطيب لينا الحلوه ديالنا تنزولها على هذا الشكل وتنوضعوها في العسل اللي حضرت معكم. بسم الله. وغنستمر حتى نكمل الحلوه ديالي كلها هي بهذه الطريقه هذه. ملي تتشرب العسل تنزولها من العسل وتنحطوها في شي شبكه السكر.
دابا غنمشيو على العسل على هاد الطريقه هادي. صافي ملي كتشرب واحد شويه العسل تنزولوها من العسل وتنديروها فشي شبكه تسقطر. الحلوه ديالنا من بعد ما طاب تجي على هذا الشكل. هانتوما راه تجي شاربه العسل، تجي مبوقه. هانتوما الشكل ديالها كيفاش تيجي رائع، تجي بحال الحلوه الشباكيه. واخا ما درناش فيها القوم تجي لذيذه. وبالنسبه للمبتدئات عفوا ممكن تلصقوها بالماء اولا بابيض البيض الا خفتو تحليكم في المقله. ملي تكونوا تشبكوها توركوا عليها مزيان باش ما تحلش. ونتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، والى وصفه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.